انهيار الفنانة ريهام عبد الغفور بعد وفاة أبيها أشرف عبد الغفور في حادث سير، بعد أن كان متوجها عند ابنته ريهام عبد الغفور هو وزوجته التي أصيبت بإصابات طفيفة، ولا تعرف لحد الآن أن زوجها قد توفي. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه، كان فنانا جميلا وفنانا محترما، كل أدواره كانت كلها محترمة، وربنا يجعل مثواها الجنة إن شاء الله يا رب، ويصبر أهله على فراقه، وربنا يصبرهم كلهم، خصوصا ابنته ريهام الفنانة ريهام، وطبعا زوجته ربنا يشفي زوجته ويخليها لولادها إن شاء الله يا رب. وأترككم الآن مع نقيب الفنانين أشرف زكي وتصريحاته عن الوفاة وكيف تمت الوفاة مع لميس الحريري. الحادثه ايه يعني؟ انا عارفه ان هو كان في منطقه اكتوبر عند نفق حازم حسن. كان يعني في طريقه لبنته ومعاه زوجته كانت قاعده جنبه، وعربيه كسرت عليهم خبطته. بس ده يعني اللي انا عارفه يعني. هل هو فعلا توقف قلبه في اثر الحادث على طول؟ يعني حتى لما نقل لسه طبعا السيد رئيس النيابه بيحقق دلوقتي، وهنعرف كل يعني قرار النيابه بعد شويه. تم التحفظ على قائد السياره الاخرى اللي خبطته. معلوماتي انه كده مظبوط. طيب ماذا عن حاله السيده فاطمه زوجته؟ لا كويسه وما تعرفش، ما قلنالهاش. بس هي اصاباتها ايه يا استاذ اصاباتها ايه؟ خفيفه الحمد لله، خفيفه خالص خالص خالص. وهو اللي كان سايق العربيه؟ هو اللي كان سايق وحصل العربيه دخلت فيهم دخله جامده قوي، فارتمى على الكرسي بتاعها وحصل بقى اللي حصل ده. البقاء لله، وطبعا عزائنا والنبي اؤكد بس على نعم. على صلاه الجنازه بكره طبعا الظهر من مسجد الشرطه زايد، اؤكد على ده. طبعا جنازه، صلاه الجنازه غدا من مسجد الشرطه في الشيخ زايد. عزائنا طبعا لكل الفنانين، والفنانه ريهام طبعا ابنته العزيزه اللي وصلت اعتقد هي موجوده معاكم دلوقتي يا دكتور اشرف. طيب دكتور اشرف موجوده بس هي يعني في المستشفى.